لو عربيتك بتحدف يمين او شمال وانت ماشي في خط مستقيم، فالفيديو ده معمول عشانك. كمل بقى الفيديو وانا اقول لك ايه السبب، واقول لك يعني ايه ضبط زوايا واتزان. المفروض لو انت ماشي في طريق مستقيم وما فيهوش اي ميل سواء يمين او شمال، العربيه هتفضل ماشيه في خط مستقيم وتفضل ماشيه على نفس الخط، لا تحود يمين ولا شمال. ولو حودت او اتحركت تبقى حوده بسيطه جدا بسبب ميل الطريق او بسبب تيارات هواء زياده حوالين العربيه. لكن لو لقيت ده بيحصل معاك بشكل مستمر وطول الوقت والعربيه دايما بتحدف في نفس الاتجاه، يبقى انت في الغالب عربيتك محتاجه ضبط زوايا، وده بيتعمل بجهاز مخصوص العربيه بتطلع عليه وبيتظبط عليه الزوايا بتاعتها. وممكن كمان يحصل بسبب تآكل غير منتظم في الكاوتش، يعني فرده الكاوتش اليمين او الشمال تكون متاكله زياده عن الفرده اللي قصادها. وممكن كمان يحصل بسبب اختلاف في ضغط الكاوتش، لو الفرده اليمين او الشمال ضغطها مختلف بنسبه كبيره عن الفرده اللي قصادها. كل دي حاجات ممكن تخلي العربيه تحدف منك يمين او شمال وانت ماشي في خط مستقيم. عشان كده دايما بنقول لازم نعمل تدوير للكاوتش كل 10000 كيلو، نرجع الكاوتش اللي قدام ورا ونجيب اللي ورا قدام. ولو عربيتك دفع رباعي نعملهم بحرف اكس. وكمان في وقت الشتاء والبرد اللي احنا فيه ده لازم تكشف على ضغط الكاوتش مره كل اسبوع، او على اقل تقدير مره كل اسبوعين. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، واكتب لنا في الكومنتات بتعمل ضبط الزوايا لعربيتك فين وبكام.